اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا التوميه الجميله اللي زي المطاعم، وعملنا الطحينه، وعملنا البابا غنوج اللي بالطحينه زي ما قدامكم كده، كل الحركات والتكات. تسلم ايدك يا منوره يا بنتي. ربنا يا رب يكبر بخاطرك ويفرح قلبك يا رب. عملناها بطريقه سهله وبسيطه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الطريقه الجميله دي اتعملت ازاي. يلا يا حبايبي، اول حاجه كده هيكون معانا كيلو بتنجان رومي، بتنجان كبير من الرومي. طبعا كل ما تكون البتنجانه كبيره وتكوني واثقه ان البتنجان يكون ابيض من جوه، ما يكونش مبذر، ده اهم حاجه. وهنبدا نشغل العين البوتاجاز الكبيره والعين الكبيره التانية، وحطينا كده البتنجان. وقبل ما تحطيه على النار لازم تكوني مفتحاه بالسكينه عشان البتنجان ما يفرقعش منك، يبوظ لك وشك ويبوظ لك بوتاجازك. ناخد بالنا. احنا كده يا حبايبي، اللي بنقلبه كده. منار طبعا ربنا يرضاها هي اللي بتعمل التوميه والبتنجان، هي اللي بتعمل الفيديو ده النهارده. تسلم ايدك يا منوره. وكل ما الجنب اللي يتشوى هنقلبه على الجنب التاني زي ما قدام كده، زي ما قلبناه كده حبايبي. وبعد ما يتقلب في حركة مهمة جدا، عشان طبعا القشرة تطلع على طول لازم تحطيه في كيس، في كيس، علشان القشرة تطلع على طول. وتسيبي 5 دقايق يعرق في الكيس كده وتقفلي عليه كويس. احنا كده زي ما قدامكم كده حطيناه في الكيس، وهنقفل عليه ونسيبه 5 دقايق كده، 5 دقايق بس مش كتير، عشان احنا عايزين نقشره وهو سخن برضو. يعني مش تروحي تقشريه هو بارد، عشان خاطر ان هو القشره تمسك في البتنجانه، لا، هنقشره برضو هو سخن. 5 دقايق كده لفيناه، وهنرجع لكم تاني بنقشره مع بعضنا. بعد كده هنرجع تاني نقشره بقى كده. شايفين القشره بقى بتطلع على طول، بسم الله ما شاء الله، بسهوله وما فيهاش اي حاجه. وفي نفس الكيس هتحط فيه القشور عشان ما تبوظيش الدنيا، تكوني محضره طبق نظيف علشان تحطي فيه البتنجان اللي هتقشريه. بعد كده هتجيب بقى الشوكة. شايفين تقشره سهل وبسيط ومفيش اي حاجة. بعد ما مسكته بقى قشرته بقى كده، هتحطه بقى في طبق كبير. وبعد كده هتجيب السكينة وتقطعه، والشوكة برضو وتهرس بيه. اعملوا حاجتكم بحب حبايبي، دايما حبوا الحاجة كده وانتوا بتعملوها عشان تطلع من تحت ايدكم بسم الله ما شاء الله. ناخد بالنا كده. كل حاجة لو حاجة بسيطة عملتها بحب هتبقى جميلة وكأنها لحم. هرسته كده، وطبعا انا ما عجبنيش طبعا الهرس ده. فالمهم قلت لها، هي حطت كده هرس الشطة، معلقتين هرس شطة، عشان احنا كنا عاملين كيلو بتنجان. وطبعا عندها برضو توم، حطينا برضو فصين توم، لان هرس الشطة ما فيهاش توم كتير. فحطينا خدنا كده معلقة توم صغيرة، وحطينا ليمون وشويه ملح صغننه. انا كاش انتوا عارفين ان انا ما بكترش ملح في الهريسه الشطه. وحطينا شويه خل طبعا، وهنحط برضو طحينه. فهي بعد ما حطت الطحينه قلت لها لا، احنا عايزين البتنجان ده يتعمل في الكبه. البتنجان ده هتضربيه في الكبه. فطبعا بعد ما عملته وجهزته، جابت الكبه قالت لي يا ماما حلو وكده. قلت لها لا، نعميه في الكبه يبقى زي بتاع المحلات بالظبط. فطبعا عملته في الكبه وطلع بالمنظر ده اللي قدامنا. بسم الله ما شاء الله. وبدأت تحط بقى في البولة، جابت البولات بقى الصغننة وبدأت تحطه كده بالمعلقة في البولة. وبعد كده هتحط عليه على وشه شوية زيت زيتون زي ما قدامكم كده، بسم الله ما شاء الله. بجد كان طعمه رهيب. البابا غنوج جميل جدا ما شاء الله، أكلة مفضلة بالنسبة لنا على طول مع النواشف، معانا لازم نعمله. هنيجي بقى نعمل معانا التومية. التومية يا حبايبي، لو هتعملي مقدار بسيط هتعملي كوباية مية عليها معلقة نشا. احنا دلوقتي عاملين كمية كبيرة، حطينا 3 معالق نشا ومعاهم 3 كوبايات مية. عملنا 3 معالق نشا، كوبايتين مية. تمام. معانا مايونيز، التومية طبعا بتحتاج مايونيز، ناخد بالنا. وتوابل بقى مشكلة، ونص ليمونة، وفنجان صغير زيت طبعا عشان احنا عاملين مقدار ال3 معالق نشا. وشوية ملح صغيرة وشوية فلفل صغيرة. ملح يكون حاجات صغيرة. وخل طبعا، وحوالي 4 معالق خل. وزي ما قدامه كده جبنا الكسرولة، وهنبدأ كده نحط فيها أول حاجة ال3 معالق نشا. وبعد كده هنبدأ نحط عليه المية. وبعد كده
هنقلبه تقليب مستمر. طبعا احنا اول حاجه كده المهلبيه تكون خفيفه، كل ما تكون خفيفه هتكون افضل بكتير. تمام، ما تبقاش سميكه. تمام، ناخد بالنا. هي بدأت دي أول تحضير في التومية، دي أول تحضير. طبعا هي كانت حاطة برضو معلقة توم برضو على جنب، عشان برضو هو لازم يكون فيه توم. وحطت المية زي ما قدامكم كده، دولت 3 كوبايات مية، فعاملاهم في المج الكبير، مج الشوربة الكبير. وبدأت تقلب، وعلى النار بقى هتعمله على النار لحد ما يبقى ناعم. ومع التقليب المستمر يا حبايبي، المهلبية بالميه او بالحليب ما تنسبش على النار، لازم تقليب مستمر. وبعد ما قلبته طلع بالقوام اللي قدامكم القمر ده، خفيف وحلو ما شاء الله. وهتجيب بقى قطعه استرتش وهتغطي الكسرولة ديت، ولازم تكون لازقه الاسترتش للمهلبيه اللي هنعمل بها التوميه. طبعا علشان خاطر ما تنشفش معانا، لان احنا عايزينها لسه بالطراوه بتاعتها، بالطراوه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. تمام، وهتركنها بقى على جنب لحد ما تبرد خالص. نجاحها انك تسيبيها تبرد خالص، ده نجاحها. علشان لما تيجي تعمليها وتحطي بقيه المكونات عليها، تلاقيها زي اللي بره في المحلات بالظبط. ناخد بالنا. بدات تنزل الاسترتش اهوت عليها علشان ما تعملش وش، دي حركه مهمه عشان المهلبيه دي ما تعملش وش. وهتسيبها تبرد خالص ربع ساعه تلت ساعه زي ما تبرد. حبه مستعجله حطها في التلاجة، هتبرد بسرعة مسافة 10 دقايق، 7 دقايق هتكون بردت خالص. وجت بقى بعد ما بردت بقى كده، جت بقى جابت بقية المكونات علشان طبعا تعملها مع بعضها. بعد ما بردت كده يا حبايبي، جت بقى اللي بنت شايفين قوامها لسه ما شاء الله طري، ما نشفتش معانا ولا مسكت في بعضها، زي ما هي طريه. جابت بقى الملح والفلفل ومعلقه ونص توم ومج صغير زيت ونص مج خل، ونص ليمونه، والمايونيز حوالي 3 معالق مايونيز طبعا. وبدات بقى جابت الكبه الكبيره وبدات تحط المكونات بتاعتنا الجميله اللي احنا قلنا عليها. اول حاجه كده حطت المهلبيه النشا، طبعا دي اول حاجه. وبعد كده المايونيز، وبعد كده بقى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد الثوم والمكونات اللي احنا قلنا عليها، وشويه الملح ضروري ما نكترش ملح فيها، كل ما تكون عدبه هتكون افضل. تمام، والخل والليمون طلعت منه البذور طبعا، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. وخدتهم بقى وشوية الزيت، طبعا مش هتحطوهم دلوقتي الزيت، هتحطوا سرسوب صغير. الكبة شغالة وسرسوب صغير، دي حركة مهمة. كل سرسوب صغير كده لحد كمية الزيت اللي معانا ما تخلص، يعني حوالي 3 معالق زيت، 3 معالق زيت فقط. يعني كل معلقة نشا، كوباية مية، معلقة زيت. تمام، كل ما تكون المقادير مظبوطة كل ما هتلاقي الحاجة افضل بكتير. وكده يا حبايبي عملتها كده وبسم الله ما شاء الله، وفضيتها كده في الاطباق زي ما قدامكم، جميله جدا بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. كانت جميله جدا ما شاء الله. كان الطعم حكايه بصراحه، هي بتعملها لنا على طول، بتبقى ما بتختلفش حاجه عن المحلات، جميله جدا ما شاء الله. وده كده منظرها. يا رب اكون بفيدكم فيديوهات يا حبايبي، يا رب تكون فيديوهات بتعجبكم. على فكره كل ما تعملوا حاجاتكم في بيتكم هتكون افضل ما تشتريها جاهزه من بره. النهارده الحاجات دي غاليه، كلها غاليه. وادي كده بابا غنوج، وادي الطحينه طبعا احنا عاملينها في البيت. طبعا الطحينه بنشتريها جاهزه بس بنعملها بقى في البيت. وادي التوميه، وادي البابا غنوج. وزي ما قدامكم كده بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. منظرها جميل وتحفه وجميله ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي. اي حد عايز يطلب اي حاجه يطلبها في الكومنتات وانا مش هتاخر عنه. وشكرا كتير على حبايبي اللي بنوروني في قناتي وبيشاهدوا فيديوهاتي، شكرا كتير لكم يا حبايبي. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.